السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. نسمي الله ونصلي على الرسول. وجيبي بقى كده الصاجات بتاعتك بقى والصواني، وتعالي نعمل الكحك بقى ايه الدايب دوب كده، اللي بالملبن والمكسرات. واقول لك على سر النقشه ما تروحش منك في الفرن، ولا واسرار كتير، عشان الكحكه تبقى بالشكل الجميل معاكي دوت، والنقشه باينه عليها كده بعد ما حطينا لها السكر البودره، ودايب دوب وتحفه بجد. شوفوا جمال الكحكايه، نفس ما دخلت الفرن نفس ما خرجت، لا زادت ولا فرشت ولا اي حاجة، والتسوية جميلة جدا وايه، تحفة. احنا بنحب نحط في الملبن مكسرات، عايزة بقى تحشي مكسرات بس براحتك. الملبن سايح ازاي جوه، ولا هو ناشف ولا مكتل ولا اي حاجة. الملبن في كل الكحكاية ودايبة تحطها في بقك، اهم حاجة تكون الشكل متماسك، تيجي بقى تاكلي كده قطمة تدوب في بقك كده دوب. حط اللايك الحلو كده، لايك جميل لحنونة، واللي اول مرة ما يشوف قناتي يشترك كده ويفعل الجرس بكلمة الكل. وهنحط مع بعض كيلو دقيق، ملكوش دعوة برضه بالكمية اللي قدامي، هتحطي كيلو دقيق عليه رشة ملح، معلقة كبيرة سكر، باكو بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ريحة كحك، معلقتين كبار سمسم فوق وش الدقيق كده. بعد كده بقى هتستعملي كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة، لو بلدي تتحط تسيحها بس على النار كده وتحطيها، احنا حاطينها حتة كده عشان هنحط سمنة من التانية عليها، انت تحطي تسيحها ما تسخنهاش قوي عشان ريحتها ما تروحش وطعمها. لو سمنة بقى من العادية لازم تقدحها زي ما انتوا شايفين كده على النار، وتنزلي عليها كده وتقلبي بمعلقة عشان بتبقى سخنة جدا، وتقعدي تبسي بقى في العجينة حبة حلوين كده لحد الدقيق ما ما يتبس مع السمنة، دي أهم حاجة. وقدح السمنة ده بيخلي الكحكاية تفضل معاكي لآخر كحكاية، الطعم والريحة أكن معمولين في نفس اليوم. تقعدي بقى تبسي بإيديك كده، وبعد كده بقى كيلو الدقيق تسخني له كوباية مية دافية من كوباية الشاي العادية، تقعدي تنزلي بالتدريج، ممكن ياخد كوباية الا ربع، ممكن ياخد الكوباية كلها، بس مش هياخد لا اقل ولا زيادة، على حسب نوع الدقيق، تكون المية دافية كده. ما تعجنيش بايدك كده زي ما انتوا شايفين، راحة جاية كده بايدك، عشان ما يعملش عرق ويتحول لعيش. وبعد كده بقى هنغطيه بكيس ابيض كده نضيف او بستريت شرول، على حسب ما انتوا عايزين، عشان العجينه تفضل طريه كده. بنجيب بقى الملبن من بتاع الحلويات يعني، وتجيبي بقى مكسرات على حسب احنا عاملين بندق ولوز وعين جمل، محمصينها وفارمينها كده مكسرينها تكسيره كده نص تكسيره، وتجيبي بقى الملبن وتحطي فيه المكسرات وتكوريه كور، وتحطيه على نشا، ما تحطهوش على سكر بودره، تحطيه تقلبيه في النشا، ده نشا، سكر بودره لا. وبعدين بقى تفتحي كده، تعملي كرة العجين كده وتحطي فيها بقى كرة الملبن اللي بالمكسرات، وتكوريها بقى كده. وبعدين بقى تجيبي بقى جيرانك حبايبك، هو كحك العيد بيحب بقى القرايب والجيران وكده، ويقعدوا يساعدوكي، وروايح بقى العيد، والله العظيم بتبقى احلى ايام. وبعد كده بقى تخلصي بقى الكمية كلها بقى في الصيجان بتاعتك او في الصواني بنفس الشكل كده. الملبن بعد ما تكوريه تديله رشة نشا كده، في ناس بتحط سكر بودرة، السكر البودرة لا، هيخلي الملبنية معاكي ناشفة بعد ما تخرج من الفرن. وبعدين لازم تجيبي نوع ملبن كويس، لان في ملبن بتحطيه في الكحكة يسيح يبقى زي المية. طبعا بنكور بقى كده، وحد تاني بقى اللي في الايد ده منقاش، بتنقشيه بقى بالمنقاش كده وتحطيه في الصاج. عايزة تشتغلي برضو بطباعة براحتك، بس انا بحب شكل المنقاش جدا، يعني رسمته بتبقى حلوة وما بتروحش خالص من الكحكاية، والله ولا الطباعة، طالما العجينة حلوة وخدمها كويس تبقى معاكي كويسة جدا. وارجعوا بقى للفيديو وهتلاقوا الطريقة بالتفصيل، لو مشيت على طريقتي دي هيبقى كحك ما شاء الله طالع معاكي جميل من اول مرة. يعني يعني الكحكاية ساعات نمسكها تقوم تدوب كده في ايدك، لا
دي اول ما تحطها كده في بقك تلاقيها دايبه وجميله. واهم حاجه الكحك اللي هو اللي بملبن ده، يعني يبقى كويس لو عملتيه بسمن بلدي كله. طبعا حطيناه بقى في الصواني كده وبندخله الفرن على درجه حراره متوسطه. وعملنا برضو بالطباعه برضو مره. الاشكال اللي عندك بقى يعني طباعه وكده، بس انا بفضل المنقاش احسن. دي بقى الطباعه. بعد بقى ما بخرج من الفرن بنحطه بقى ايه، بنفرده كده وبنحطه بقى ايه في حلة بعد ما يبرد، ما تحطهوش سخن في الحلة او في العلبة. وبنرش عليه بقى سكر بودرة ساعة التقديم، ما بنعينوش بالسكر البودرة عشان ايه بيروح من عليه وبيبقى ايه مندي وكده. وبده شكله النهائي بقى. ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك حلو كده وكومنت جميل. واللي هنزل لكم بالبسكوت بكرة ان شاء الله. وباي باي.